السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا بفيديو جديد. هنعمل النهاردة حاجة بسيطة جدا وبنشتريها في الشتاء وبتدفي والناس كلها بتحبها في الشتاء. هو ايه؟ السحلب. انا يعني عامة انا بحب اعمل حاجة في البيت بايدي، يعني اشوف حاجة بتتعمل، لا طب ما انا اعملها وتبقى مضمونة واعرف بتتعمل ازاي واعملها. فانا رحت عارفة مقادير السحلب: دقيق ذرة، اسفه دقيق رز، وانا اللي طحناه في البيت، والله العظيم انا اللي طحناه في البيت. بصوا اهو، ده دقيق رز، وده نشا، طبعا نشا عادي، نشا الذره، وده لبن بودر. تمام. واللي بيتحط بقى جوه الزبيب وجوز الهند والسمسم، واي مكسرات عندك سوداني، عندك لوز، عندك اي مكسرات تحبيها بتحطيها في السحلب، اي حاجه. بس انا ما جبتش، ما عنديش سوداني يعني، فهعمل المقادير اللي عندي، ولما اجيب سوداني بدقدقه كده واحطه برده في الخلطه عادي، ما فيش مشكله. تمام. وباكو فانيليا. تمام. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي، هوريكم بقى بتتعمل ازاي باسهل طريقه لعمل السحلب في البيت. نجيب بوله. تمام. بس احنا هنعاير كل حاجه، يعني انا هعاير كل حاجه. ده هعاير كوبايه لبن بودر، عشان كله لازم يبقى قد بعض. كوبايه لبن بودر، وكوبايه نشا، وكوبايه دقيق الرز. او عندك كبه حلوه كده بتطحني فيها السكر مش التوابل، اطحني فيها رز وعيري. اهو ادي كوبايه لبن بودر، ونقول بسم الله، وهنحط مع بعض كوبايه نشا. سهله وبسيطه وجميله، وهعمله معاكم دلوقتي وهتشوفوا وهعمل برضو السحلب واوريهولكم وانا بشربه اهو. تمام. دي كوبايه نشا، يبقى كده ايه؟ كوبايه لبن بودر وكوبايه نشا. هنحط كوبايه ايه تاني؟ دقيق الرز اللي انا طحناه في البيت، او اشتريه من عند العطار عادي، بس انا بحب كل حاجه اعملها في ايدي. يعني اغسلي الرز ونشفيه جدا 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 جدا، او رز لو هو رز نضيف اطحنيه على طول من غير ما تغسلي ولا حاجه اهو. ودي كوبايه دقيق رز. تمام اهو، كل حاجه اتحطت. تمام. معلش على الازعاج. هنقلب بقى. هنحط رشه فانيليا. الفانيليا هتديها ريحه ونكهه، اكنك ايه شارياه جاهز، السحلب الجميل اللذيذ ده. تمام. بس كده هنعمل ايه تاني؟ هنحط حبه زبيب. تمام اهو، هنخلي حبه زبيب للوش بقى. ودول سوداني، قصدي سمسم، انا محمصاه في البيت برضو. انا دايما بجيب السمسم وحمصه في البيت. تمام اهو، ده سحلب وجميل ومعمول في البيت وعلى ايدك الحلو. تمام. هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ انا بس كده هجيب رشه ملح عشان تعادل الاطعمه. رشه ملح خفيفه كده اهي. بس السحلب خلص واتعمل. وهنجيب بطرمان، انا عندي بطرمان نسكافيه قديم يا جماعه، دي مش ده انا جايباه من ايام من قبل المقاطعه، وحبي بقى فيه السحلب بتاعي. معانا بقى كده سحلب معمول في البيت ونضيف. وبتجيب الكيس حبه فيه قد كده ب30 جنيه ولا ب50 جنيه مش عارفه، وحبه ما يستاهلوش. انما دوت كل ما تعوزي تعملي، انت جايبه المقادير، عايزه تضعفي بقى الكميه ضعفيها، عايزه تعملي بنفس الكميه اعمليها. هقول لك حاجه يا ستي او يا سيدي اللي بيتفرج عليا، اعمل او اعملي نص المقادير. يعني هاتي نص كوبايه دقيق، بلاش الاسم ده، نص كوبايه دقيق، دقيق رز، ونص كوبايه نشا، ونص كوبايه لبن بودر. جربي في نص الكميه الاول، لو عجبك كملي،
ما عجبكيش يبقى انت ما خسرتيش ايه حاجه، وهيشرب برضه كده. خلاص كله كده في البطرمان. هقوم بقى اعمل كوبايه، هحط بقى طبعا عشان ده نشا ورز وكده. كوبايه السحلب المعموله بتحطي نص كوبايه كده او معلقه الا ربع، وتدوبيها في لبن على البارد الاول، وبعد كده تحطيها على النار. اول ما تغلي حطي سكر، او اللي بيحبه من غير سكر براحته. هتحطي سكرك اللي انت عايزاه. انا نسيت احط جوز الهند يا جماعه، شفتوا بقى؟ محدش فكرني. اهو هقلبه تاني عادي خالص. انا ممكن اقلب في البطرمان بس لا، اهو نسيت احط جوز الهند. جوز الهند دي الاساسي الطعم الحلو جدا. في ناس ما بتحبش جوز الهند يا جماعه، بس في السحلب تحفه. اللي عايز من غير جوز الهند عشان ما يتضايقش، يعني لو حد ما بيحبش ما يحطهوش. خلاص كده تمام. المكسرات بقى هتحطيها، هتقلبي مكسرات على بعض، وبعد ما تعملي بتحطي على وش الكوبايه او المج بتاعك حبه مكسرات على الوش. انا برضو هبقى اجيب سوداني على قد بقى المكسرات بتاعتي، وهدقدقها وهعملها يعني اجروشها كده، ادقدقيها كده بالمدق بتاع الشاورما ده، البفتيك قصدي، او الهون عادي بس يكون نضيف طبعا. واعملي بيها، حطيه في كيس سوداني او المكسرات بتاعتك ودقدقيها بس. شفتوا؟ جوز الهند اداله ريحه برضه. وجوز الهند ده حاجه جميله ومفيده جدا. ويا جماعه جوز الهند للي بينسى بينمي الذاكره. وزيت جوز الهند حلو جدا ومفيد للبشره. وميه جوز الهند برضو فيها فوائد. يعني بصي اعملي سيرش كده على جوز الهند هتلاقي ما تعديش الفوائد اللي فيها. بصوا بقى انا هعمل ايه. انا كده خلصت اهو، عبيته وهعمل منه دلوقتي كمان وهوريهولكم وانا بشربه اهو. هنحط بقى حبه زبيب على حبه جوز الهند على حبه السمسم اللي فاضلين اهو. تمام. نقلب بقى كده على بعض. ودي الخلطه بقى، ونحط بقى طبعا فيها سوداني، المكسرات، اي حاجه. ودي تبقى في كيس كده او في برطمان تاني. واول ما تخلصي الكوبايه او تعمليها حطي على وشه الخلطه دي بس كده. ايه رايكم في السحلب بتاعي؟ سحلب ولا اروع. هنشوف مع بعض، هعمله دلوقتي وهوريهولكم وانا بشربه. هنعمل مع بعض بقى الجزء العملي. بصوا انا معايا كوبايه حليب، كوبايه لبن يعني. تمام. هحط بقى اللي عايز سكر حسب الذوق. انا هحط معلقتين سكر. تمام. بس يا رب ما يكونش معسل قوي، شكله هيطلع معسل قوي، يا ريتني كنت حطيت معلقه واحده. تمام. بس هنحط بقى معلقه كبيره كده، دي معلقه هرميه صغيره بتاعت الشاي. تمام. هيكون معلقه ونص كده من معلقه الشاي، انما معلقه الاكل نص معلقه او معلقه الا ربع كده بس. تمام. اللي حبه خفيف انا هوريكم السمك دلوقتي اللي هيطلع من المقادير دي. خلاص هناخده على البوتاجاز، واول ما يغلي هصبه واوريهولكم وانا بصبه برضه. عملنا السحلب اهو. ايه رايكم؟ جميل ولا تقيل ولا خفيف. عايزه اوريكم بس هو لسه سخن. وبصوا السمك بتاعه اهو. اللي بيحبه اتقل من كده يزود تاني. يعني ايه مثلا لو عايزه اتقل من كده بس معلقتين بقى، معلقتين شاي. تمام. انا حباه كده يعني بيبقى خفيف شويه كده، بيبقى بيعرف يتشرب يعني. بس تحطي على وشه بقى حبه المكسرات كده. واو. بصراحه احلى حاجه اما انت تعملي حاجه في البيت وتنجح. بس كده. انا طبعا مش هقدر ادوقه، انا دقته قبل ما احط المكسرات، بس للاسف معسل جدا، مسكر قوي. بحط معلقه واحده على الكوبايه عشان اللبن بيبقى مسكر شويه. فهي بصوا احلى كوبايه سحلب في الشتاء، هتدفيكوا وجميل
ومش مكلف خالص. هي بس انت هتجيبي لبن بودر والنشا لو موجود عندك في البيت، ولو عندك حبه رز وعندك مطحنه بتطحني فيها السكر عشان ما تبقاش ريحتها توابل. بتطحني حبه رز، نص كوبايه رز كده وخلاص، او اقل من نص كوبايه. جربي فيها الاول، يعني جربي مقدار صغير، يعني ممكن معلقتين رز، معلقتين نشا، معلقتين لبن بودر، حطي جوز الهند وحطي زبيب وحطي مكسراتك، وجربي ليكي والاسره. عجبتك اعملي بقى كميه زي كده وشيليها. بصوا البطرمان اتملى ازاي اهو. بصوا والله العظيم كميه كبيره جدا، هتفضل معايا شويه يعني. بس وحلوه وجميله واقتصاديه ومش مكلفه، وحاجه جميله وعاملاها انت في بيتك وعاملاها بايديكي. وجربوها وقولوا لي رايكم ايه. ومعلش انا غبت عليكم في الفيديوهات، بس ان شاء الله هستمر معاكم باذن الله، ومش هبطل تاني. كل يوم هنزل لكم فيديو باذن الله. يا رب قويني وادعوا لي ودعموني ودوسوا لي لايك واشتركوا في القناه وابعتوا شير لاصحابكم وشجعوني. بحبكم في الله وبحب كل متابعيني، وكل اللي اشترك لي يا رب يبارك لهم يا رب ويخليكم ويديمكم نعمه في حياتي ان شاء الله. بس واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تصلوا على النبي. وفي ايام مفترجه زي ديت، ولسه برضو هعمل لكم تفريزات رمضان، وهوريكم الفريزر اللي هو متوضب ومتظبط ومرصوص فيه الحاجات. وهنخزن بتنجان وكوسه وفلفل محشي من غير ولا اي تعب ولا اي مجهود، وهوريكم بيتخزن ازاي وتفرز ازاي، وتطلعي البتنجان والكوسه من الفريزر وتحشيهم، وهيبقوا ولا اروع، يبقى اكنك عاملاه دلوقتي. هوريكم كل حاجه ان شاء الله. كام يوم كده وهنزل وهجيب حاجات وهوريكم التفريزات بتاعت رمضان. وكل عام وانتم بخير، واشوفكم في فيديو جديد، والى اللقاء في فيديوهات كتير قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.